السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم بريوات بلديين ديال اللوز، كيجيو صغيورين كيجيو غزالين شهر رمضان ان شاء الله. عندي هنا 75 غرام ديال اللوز، يعني كيلو الا ربع. انا هنا كبيت عليه الماء غليان ورديته على البوطه 2 دقائق صافي، وفسختو وخليته 1 ساعتين حتى كينشف. عاد هنا انا كناخذ النص ديالو كنقسمو على 2، النص غدا نقليه في الزيت بارد والنص كنخليه هكاك. هاد النص هو غدا نقليه في الزيت بارده حتى كيتقلى. المقادير اللي عندي هنا 150 غرام ديال السكر سنيده، 1 نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، 2 معالق كبار ديال الزبده، و1 4 كاس صغير ديال الماء الزهر، و1 3 ديال الطريقات ديال المسكه الحره مدقوقين مع شويه مع قبصه تاع الملح. بالنسبه للزبده حيوانيه، ها هو اللوز اللي محمر وها هو اللوز اللي ما محمرش. ها هو طحنت اللوز اللي محمر وطحنت اللوز اللي ما محمرش، طحنتهم مع ديك 150 غرام ديال السكر سنيده. كان نضيف لهم هنا هذيك المسكه الحره، غير 3 الحبات ديال المسكه الحره مدقوقين مع قبيصه تاع الملح. كنزيد عليهم 1 نص معلقه صغيره ما عامراش ديال القرفه مطحونه، بالنسبه للقرفه تكون بلديه، 2 معالق كبار ديال الزبده حيوانيه، وكنعجن كلشي مزيان، كندلكو مزيان. بالنسبه لهاد اللوز راه لوز بلدي وكل واحد والاستطاعه ديالته، يمكن لك ديروا اللوز الاخر حتى هو كيجي مزيان. كندلكو مزيان، كنحاول باش داك اللوز نخرج منه الزيت ديالو، نخرجو منه، نحاول ندلك مزيان. وكنبقى مره كنزيد شويه ديال الماء زهر. بالنسبه للماء زهر حتى هو يكون نوعيه جيده. حتى كنشوف هكا العقده انها بدات كتجمع صافي، كنوقف المزار، ما كنبقاش نزيد. انا هنا خدات لي 4 كاس صغير ديال الماء زهر بالنسبه ل 75 غرام ديال اللوز، يعني كيلو الا ربع. كنحط العقده على سطح العمل وكنحاول ندلكها مزيان. صافي وكنحطها على جانب. كناخذ هنا الورقه، انا عندي هنا الورقه الكبيره
بالنسبه للورقه تكون من الاحسن تكون ديال البخار. انا خديت هنا كيلو ديال الورقه. كناخذ المسطره وكنعلم بالموس. كناخذ انا الاشرطه فيهم 4 سنتيم باش يجيونا البريوات صغيورين، ما يجوش كبار بزاف. كيجيو دوك الكبار ما كيجوش زوينين في الحقيقه. البريوات صغيورين كيجيو غزالين في الحطه وفي المنظر. كنقطع هاد الحواشي ديال الورقه وكنعلم بالمسطره 4 سنتيم. وكنقطع بالمقص. نحاول نحيد هذوك الحاشيات اللي بربعه بهم، هذوك ما كيجوش زوينين في البريوات. من الأحسن نستعملوا بالمسطرة لأنها كتعطينا قياس واحد باش كيجيو البريوات، قياس واحد، ما كيجيناش شي كبير وشي صغير. وكنقطع بالمقص. هنا حصلت على هاد الاشرطه كاملين، غادي نوضعهم في البلاستيك باش ما ينشفوش ليا. وكنبدا نخرج غير بالطرف وكنخدم. كناخذ هاد الاشرطه كنحلهم، كنوضع البلاصه اللي ديال الورقه اللي ملسه كنوضعها هي اللي من التحت، والبلاصه اللي حرشه كنوضعها هي اللي من الفوق. كنديروا هذه الطريقه كتجينا ساهله ومزيان. كنستف الاشرطه بحال هكا كيف ما شفتوا. ها هي البلاصه الملسه كتجي لتحت والبلاصه الحرشه كتجي لفوق. وكندهن هنا عندي واحد شويه ديال الزبده دايبه وشويه ديال الزيت مخلطين، كندهن غير النص، ندهن الاشرطه كامله. عاد كنبدا نوضع الكرات ديال. بالنسبه للعقده ديال اللوز انا درت فيها 6 غرام، بلا ما نحاولوا نكوروها ونضيعوا الوقت في التكوار ديال العقده. كنوضع الكرات كلهم هكا وكنبدا نطوي. انا غنبدا نطوي غير بيد وحده باش ما نضرقش عليكم. بالنسبه للكاميرا كتضرق ليا اليد الاخرى. وكندير الراس على الراس، كنحاول نبسط هذيك العقده من الوسط على شكل مثلث صغير
صافي. ومن بعد كتبقى تمشي بوحدها، هي كتبقى البريوه كتجي ساهله بالنسبه للمبتدئات، راها ساهله. نعاود معكم واحده اخرى كنديرها على شكل افقي. عاد كندير الراس على الراس، كنسرح هذيك العقده كتجي على شكل مثلث. عاد كنبدا نطوي وانا كنزير شويه من القناه باش ما تخش ليا العقده ملي نكون كنقلي فيهم. كنضع الراس على الراس، كنبسط العقده، عاد كنطوي. هنا كناخذ الطحين والماء. هاد العمليه ضروريه باش ما يتحلوش لينا اثناء القلي. كناخذ الطحين والماء وكندير هذاك الشريط اللي متبقي باش كنسد به البريوه ديالتي. وكنكمل البريوه نطويها، كتجي صغيره بهذا الشكل هكا. كنسد غير بالطحين وبالماء، ما كنديروش البيض، لان البيض كنعرفوا بان البيض كيطلق لنا الكشكوشه اثناء ديك الرغوه، كيطلقها اثناء القلي. صافي انا غنكمل الكميه كامله ونرجع لكم. هنا انا كملت الكميه كامله، وهنا ضروري واحد المرحله اننا غنخليوهم حتى ينشفوا ليله كامله غير على برا، ما ندخلوهم للثلاجه وما نغطيوهمش. صافي من بعد ما دوزوا ليله كامله كناخذ الزيت، كناخذو من الاحسن ان يكون كسرونه تكون غارقه احسن من المقله. نختبر الزيت واش سخن. ها هو الزيت سخن، وعندي العسل حتى هو موجداه، وكنبدا نقلي. كنقص هنا البوطه ملي كنبغي نوضع البريوات، كنقص البوطه كنديرها متوسطه، ما نديرهاش خفيفه وما نديرهاش مجهده، تكون متوسطه. وكنبدا نقلي في البريوات ديالي.
نبقى واقفة عليهم، ما نغفلش عليهم. هما هنا خداو واحد اللون ذهبي زوين، ما نخليهمش يتحمروا بزاف، لان ملي كنوضعوهم في العسل كيعاود يغمق اللون ديالهم، واحد اللون ذهبي فاتح، وكنوضعهم في العسل. انا بالنسبه لهذا العسل غير شريته، يمكن لكم التشريب او يمكن لكم تصوبوا غير في الدار، راه عندي في القناه. صافي كنسقطر من الزيت مزيان وكنوضعهم في العسل، كنغمرهم في العسل مزيان. مع العسل غادي يزيد يغمق اللون ديالهم. صافي وكنكمل البقيه الاخرى في القلي. هنا من بعد ما دازت ساعتين حتى شربوا العسل مزيان، كنديرهم في واحد الصفايه كبيره وكنخليهم يتسقطروا من العسل. بالنسبه للتزيين كناخذ اللوز كونكاسي، كندير غير دوك الرويسات، نتوما زوقوا باش ما كان، ندير في الكويطات اولا كتخليهم هكاك بوحدهم. انا من الاحسن كنديرهم في الكويطات باش ما يلصقوش بعضياتهم مع العسل، اولا يمكن لكم تزينوا باللوز ايفيلي اولا الزرجلان اللي متوفر. كنوضعوا في كويطات وكنحطوا في طبق ديال التقديم. كنزوق بالوريقات ديال الذهب وشويه ديال الورد البلدي. نغتنم هذه الفرصه وكنشكر الناس ديال مدينه ازمور اللي صنعوا عليا البارح ودعموني وكيشجعوني. كنسلم عليهم واحد واحد وكنقول لهم مبروك عواشركم ومبروك عواشر على المغاربه كاملين، والله يدخل علينا هذا الشهر ان شاء الله بالتيسير وبالرزق يا ربي يا ربي يا ربي، وشهية طيبة. ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.